صباح الخير، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ انا دكتورة سيلين. النهارده بصراحة انا هكلمكم في كام حاجة كده حساسة شوية، انا عارفة ده كويس، ولذلك انا محتاجة منكم سعة صدر في الكلام اللي انا هقوله دلوقتي. طيب، لازم نقول يا جماعة في الاول ان مفيش اي مجتمع في العالم هو يعتبر مجتمع مثالي ما فيهوش مشاكل، ده مستحيل. في اوروبا، في امريكا، في اي مكان في العالم لازم تلاقي بعض المشاكل الموجودة في المجتمعات. ممكن تختلف شكلها، يختلف انواعها، يختلف درجاتها. يعني في مشكله مثلا في مجتمع حاجه بسيطه المأذي منها مثلا عدد افراد قليل، لكن نفس المشكله دي في مجتمع اخر بتمثل ازمه اجتماعيه محدش يعني ايه الكل مصاب منها. فكل المجتمعات فيها بعض المشاكل. انا النهارده هوجه نظري او هتكلم على مشكله بيعاني منها مجتمعات احنا عارفينها وصلنا منها واهالينا فيها وكل حاجه، ولكن انا بشوف بصراحه ان هم دايما بيغموا عينيهم عن المشاكل. انا بشعر كتير قوي في المجتمعات الشرقيه ان المجتمع فيه اتفاق ضمني، اوكي، اتفاق غير مكتوب محدش كاتبه، ولكن اتفاق ضمني ان احنا كلنا يعني ايه اول ما نشوف المشكله نغمي عينينا، نقول ان لا مفيش مشاكل، نقول ان الدنيا تمام، وده بيسبب تفاقم في المشكله. همهم برضو نفس الاشخاص دول او نفس المجتمع ده الاقيهم دايما بيتجهوا للطرق الغير صحيحه، الغير سليمه، الغير علميه، الغير ساعات اخلاقيه، غير اخلاقيه، عشان يتعلموا، عشان يعرفوا، عشان يحلوا المشكله بتاعتهم او الازمه بتاعتهم. مع ان في طرق تانية كويسه لو احنا اتكلمنا بشكل واضح ايه المشاكل اللي عندنا، ممكن ازاي نعالجها، بتاثر على الكواليتي بتاعت الحياه ازاي، شريك حياتنا الزوج او الزوجه مثلا ازاي بتتاثر، او يعني الطرف اللي عايش معانا واللي احنا بنعمل معاه يعني حياه واسره واولاد وحاجات كتيره جدا، ده بيتاثر. اوكي، ازاي احنا نحل المشكله دي؟ لا، هم مش بيفكروا بالطريقه دي خالص، هم بيفكروا دايما بالطريقه الثانيه اللي هي ازاي ندخل في الغلط. اوكي، ازاي نعمل كل حاجه غلط ونسيب الحاجات الحلوه، الحاجات الكويسه، الحاجات اللي احنا ممكن نتعلمها ونستمتع بيها ونقضي بيها حياتنا بكل رضا وبكل سعاده. قولا واحدا يا جماعة، 90% من سعادتك في الحياة انت بتاخده من شريك حياتك. 90% من سعادتك في الحياة، 10% ممكن يعني ايه اي حاجة تانية. اغلب البشر اكتر حاجة بتسعدهم هو راحتهم ورضاهم مع الطرف او مع شريك حياتي. انا هنا بقى علشان اتكلم ازاي انت تسعد مع شريك حياتك. في مشاكل جنسية كتيرة جدا منتشرة في المجتمعات الشرقية، في ضعف انتصاب، في سرعة قذف، في مشاكل يعني عويصة، اوكي، في ثقافة جنسية مش موجودة. هنا في اوروبا، اوكي، بصرف النظر هل انا مقتنعة بده ولا مش مقتنعة بده، اوكي، يعني انا مش هحب ان انا اقول رأيي في هذا الموضوع، خلي على جنب، ولكن انا بقول لكم الواقع اللي بيحصل هنا، ان حتى الاطفال بيتعلموا الثقافة الجنسية دي، حتى الاطفال بيتعلموها في المدارس. اوكي، هل انا مقتنعة بالموضوع ده؟ انا مش عايزه اتكلم، اوكي، بس من باب اولى بقى ان الناس الكبيره البالغه تكون عارفه. يعني بصراحه تبقى كارثه كبيره جدا لما الاطفال في مجتمعات تكون عارفه الثقافه الجنسيه وعارفه ازاي يتعاملوا مع بعض، الطرف الثاني بيحب ايه وبيكره ايه، ازاي هو يعني يحترم ذاته، ازاي هو يمتع نفسه، ازاي هو يتعامل مع جسده او مع جسدها. اوكي، الاطفال يعرفوا كده في بعض المجتمعات، لكن في المجتمعات اللي انا بتكلم عليها دي دلوقتي ان حتى الكبار مش عارفين ده، حتى الكبار ما بيعرفوش يتعاملوا صح، فاقدين اجمل لذة في الحياة، فاقدين لذة تسعدهم تقضي على اغلب مشاكلهم النفسية والاجتماعية، لان الانسان لما نفسيته بتكون كويسة بيعمل اي حاجة، بيقدر ينطلق في الحياة، بيقدر يبقى مبسوط، يحل مشاكله، يصبر، حتى يديله حتى قدر من الصبر على المشاكل اللي هو بيعاني منها. فانا بيصعب عليا جدا ان اطفال يكونوا عارفين ثقافة جنسية وناس كبيرة ما تعرفهاش، ناس كبيرة ما عندهاش يعني خلاص بتقول احنا جينا كده واتولدنا كده، مع ان ممكن يكونوا بيعملوا حاجات كتيرة قوي غلط، اوكي، بتضرهم وتضر شريك الحياة الزوج او الزوجة، وممكن حاجات تانية حلوة جدا 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 بس هم ما يعرفوهاش برضو، وتبقى جميلة وتبقى ممتعة وتبقى حلال وتبقى كل حاجة كويسة، بس هم ما يعرفوهاش، لان هم برضو نرجع لنفس النقطة اللي انا اتكلمت عليها في الاول، بيغموا عينيهم. هم ما عندناش مشاكل،
احنا زي الفل. يا استاذ انت مش زي الفل، انت تعبان ومتضايق وزعلان. لا انا كويس وانا مبسوط وانا كل حاجه زي الفل. وهو تلاقيه بيعاني وتلاقيه مش مبسوط ومش مستريح ومش راضي ومشاكل كتيره جدا. اغلب المشاكل اللي بتوصل لي هي مشاكل عن العلاقات، عن برضو الثقافه الجنسيه في بعض الاوقات حتى بين الزوج والزوجه. فعلا كتير جدا من الرسائل من يعني بحس فعلا ان هم ناس محترمه قوي، يعني فعلا ناس متعلمه وناس محترمه جدا جدا جدا. ف يعني ببقى مستغربه ان يعني ما فيش الثقافه دي مثلا، او يعني ايه لا عيب ما ينفعش نتكلم فيها، ما ينفعش نعاني. ينفع نعاني، صح؟ ينفع نعاني وينفع نفقد حياتنا وينفع نبقى تعساء وينفع نعمل مشاكل قد كده هو مع شريك حياتنا، ده كل ده ينفع. لكن ان احنا نتكلم في مشاكلنا، ان احنا نزود ثقافتنا، ان احنا نشوف ايه الشيء اللي يعني نستمتع بيه في الحياة، غلط. ممنوع، ما ينفع، حرام، غلط، ما ينفعش نتكلم. انا مش عارفه بصراحه يعني ازاي ما ينفعش نتكلم في مشكله متفاقمه. طيب المشكله الثانيه اللي انا دايما برضو اخدت بالي منها جدا جدا جدا، ان في ستيريوتايب معروف. الستيريوتايب اللي هو، وبرضو مش لكل المجتمعات، اوكي، برضو لنفس المجتمع اللي انا بتكلم عليه. ستيريوتايب يعني مثلا لو طبيب او طبيبه، يبقى خصوصا لو كانت يعني واحده ست، يبقى لازم تكون لابسه نظاره كعب كوبايه، لازم تبقى جسمها وحش جدا جدا جدا، لازم تبقى قرعه، اوكي، او يعني شعرها خفيف، لازم تبقى قبيحه. لكن انها تكون بنت جميله رقيقه شيك متعلمه، يعني ايه، مش ما يتقبلوهاش ولكن يستغربوا، ايه ده، ازاي احنا متعودين على ستيريوتايب واحد لا ازاي. على الرغم من كده ان في علماء يعني عالمات، اوكي، مروا في التاريخ البشري وعملوا لنا حاجات اكشولي احنا بنستخدمها دلوقتي على سبيل المثال، وكانوا يعني قمه في الجمال، قمه في الرقي والرقه والنعومه وكل شيء. فليه يا جماعه دايما يعني نربط العلم والمركز الراقي بالقباحه؟ اوكي، ليه يعني ما نربطش العلم والمركز الراقي بالجمال؟ انا قدرت ان انا اهتم بنفسي، فانا ههتم اكيد بالمرضى بتوعي. على فكره هنا برضو بيحكموا بنفس الطريقه، انت لو اهتميت بنفسك وجسمك معنى كده انك هتعرف تهتم بالمرضى بتوعك. لكن لو انت مثلا رحت مثلا عملت فورشتيلنجسبريش او اللي هو انترفيو مثلا، وانت مش مسرح شعرك او جسمك مش متناسق، او يعني في حاجه غلط، اوكي، في حاجه غلط مبهدله، بيرفضوك. حتى لو كنت معاك احسن الشهادات بيرفضوك، انت اصلا ما عرفتش تهتم بنفسك، هتهتم بالمرضى؟ انت كده يعني هم بيفكروا بالشكل ده، انت ما عرفتش تهتم بنفسك هتهتم بالمرضى، مش هتعرف تهتم بحد، فبيرفضوك. احنا لازم نغير الاستيريوتايب ده بتاعنا شويه، او ان احنا يعني ايه نوسع ذهننا شويه، ما نقدسش القباحه. ايوه في ناس بتجمع ما بين ده وما بين ده، عادي جدا جدا جدا، هو اكشولي موجود برضو في العالم كله، عادي جدا ان المجتمعات دي بتربط دايما الجمال يبقى بنت جهله، ولو كانت قبيحه تبقى دي هي الدكتوره. هي كده المعادله كده بالظبط اللي انا يعني بسمعها او باخد بالي منها، بس ده مش حقيقي خالص. لازم نغير الاستيريوتايب ده. العلم بيرتبط بالجمال، بالرقي، بالاحترام، بحاجات كتيره خالص. اوكي طيب انا هرجع دلوقتي بقى للنقطه الخطيره اللي هو بتجمع ما بين الكلام كله اللي انا قلته. انا يا جماعه هتكلم في مواضيع المشاكل الجنسيه، العلاقات والثقافه الجنسيه والمشاكل الجنسيه، عشان نعرف بالظبط ايه الاخطاء اللي احنا بنعملها وازاي نتجنب ذلك. في بعض المنصات، انا مش هقول كل المنصات، ولكن هي بترفض يعني المحتوى ده، الثقافه دي. انا مش عارفه ايه السبب بصراحه، مع ان هي دي لا تخالف، ولكن في بعض الناس اللي هم يعني ما يحبوش النور، نفس العينات اللي انا قلت لكم عليها دي، اللي هي يعني بيعانوا وعندهم مشاكل، بس ملناش دعوه، احنا عايزين نعيش في مشاكلنا ونجبر اولادنا عليها كمان. اوكي بصراحه كان عندي طريقه تانية اني انا انشر المحتوى ده، او اني انا اتكلم على المحتوى ده، يمكن نقدر نساعد بيه الناس، نقدر نصلح بيه علاقات، نقدر نرجع ناس لبعضها. لذلك انا قررت اني لازم انشر المحتوى ده، ولكن على منصه معينه، علشان يعني ان انا اقدر اساعد الناس، ان انا اقدر اصلح العلاقات اللي هي ميته او يعني اتدمرت من سنوات طويله خالص. اتمنى يعني ان انا اقدر اساعد في حاجه زي كده. فأنا هتكلم في هذه المنصة. والحاجة التانية كمان، أنا كمان عملت استشارات، طبعا دي
يعني انا عملت نوعين من الاستشارات العاديه خالص اللي احنا بنتكلم فيها عن التغذيه او عن الاضطرابات النفسيه، ونوعيه استشاره تانية ولكن فقط للعلاقات او للثقافه الجنسيه دي. ستوب. اوكي، لازم بقى ايه عشان ايه، يعني انا هخرج لكم دلوقتي بالطريقه المصريه. الشخص يا جماعه اللي بيدور على حاجه معينه، انتوا طبعا فاهمين انا قصدي ايه، الشخص اللي بيدور على حاجه معينه مش هتلاقيها عندي. اوكي، مش هتلاقيها عندي خالص، لا في محتوى انا بقدمه ولا في استشاره انا برضو بقدمها، مش هتلاقيها عندي. في حاجات كتيره جدا على السوشيال ميديا، على الانترنت، تقدر تنطلق براحتك. من البدايه انا حددت مكاني وحددت يعني انا هعمل ايه في السوشيال ميديا. انا بقدم توعيه طبيه، اوكي، طبعا بتعتمد دايما موثقه دايما دايما دايما، ولكن بطريقه ممتعه، بطريقه يعني حلوه، بطريقه جميله مش معتادين عليها، فقط لا غير. اوكي، فقط لا غير. طبعا برضو بطريقتي، باسلوبي، بالستايل اللي انا عايشاه في حياتي، بحاجات كتيره جدا، لان انا برضو انا كلمتكم عن الموضوع ده قبل كده. انا بحب جدا المجال الطبي، لكن كان اكتر حاجه كانت بتضايقني منه الروتين، وان يعني ايه الملل خلاص كده. فعشان كده انا لما حبيت ان انا اقدم التوعيه الطبيه دي، حبيت ان انا اعملها بطريقه جميله، بطريقه محفزه، بطريقه ممتعه، ان الناس ما تزهقش. ده بالعكس، انا عايزاهم يسمعوا الفيديو مره واثنين وثلاثه واربعه وعشره عشان المعلومات تدخل. يعني انا حابه ان انا كنت اقدم حاجه زي كده. فهي برضو نفس الشيء المحتوى اللي انا قلت ان انا هتكلم عليه، اللي هي الثقافه الجنسيه او المشاكل بين في العلاقات او كده، برضو نفس الشيء انا برضو هقدمه بنفس الطريقه، بس يمكن بقى باجرأ شويه خصوصا الكلام، لان طبعا انا هتكلم فيه تفاصيل كتيره للتوعيه. اوكي، ولكن برضو هي لن تخرج عن هذا الاطار. يعني برضو انا حبيت ان انا اوضح لن تخرج عن هذا الاطار. اي حد تاني بيفكر في اي حاجه اتس اوكي، مفيش مشكله خالص، فكر فيها بس بعيد عني، مفيش مشكله خالص. اوكي، دي الحاجه الاولانيه اللي انا حبيت ان انا اوضحها، واتمنى ان انا انها تكون وضحت. وانا بصراحه يعني انا قلت الكلام ده على فكره لاني يعني انا اكيد ما اتكلمتش مع كل المتابعين ولا كل السبسكرايبرز اللي عندي ولا كده، ولكن انا شفت عينات منهم بصراحه قمه في الاحترام. يعني الناس اللي هي نص نص طبعا اللي انتوا عارفينها لا تمثل مثلا 10% من على الاقل اللي عامله كونتاكت معايا. اوكي، على الاقل اللي عامله كونتاكت معايا لا يزيدوا سوري عن 10%. اما الباقي كلهم حقيقي فعلا ناس محترمه جدا، ناس مهذبه جدا. اوكي، فعلا هي عايزه هذا المحتوى، عايزه تستمتع. اوكي، عايزه تعرف معلومات بس تستمتع في ذات الوقت. يعني مش عايزه حاجه كده ايه قاعدين احنا في محاضره، قاعدين في كتاب في مدرسه عمالين نسمع، لا احنا عايزين حاجه فيها شغف، فيها جمال، فيها حاجه ممتعه، حاجه تخليني اقعد اتفرج على الفيديو. اوكي، لكن هم ناس محترمه جدا جدا جدا، ولذلك انا حبيت ان انا اوضح انا بالظبط هقدم ايه وهعمل ايه. اوكي، الحاجه الاخيره اللي انا برضو هتساعد في هذا الموضوع، انا طبعا اكيد هتكلم عليها في فيديو لوحدها خالص، بس انا برضو حبيت ان انا اقولها في الفيديو ده. من ضمن المشاكل، انا عارفه طبعا في مشاكل الرجاله اللي هي مثلا ضعف الانتصاب، سرعه القذف، حتى كمان للبنات مثلا العنايه بالشعر، التخسيس. اوكي كده، طبعا انتوا عارفين ان انا المانيه، خلاص انا احمل الجنسيه الالمانيه واشتغل. يعني انا حاليا حتى انا بشتغل في الوقت الحالي هنا في المانيا كمان. فانا عايزه اقول لكم المفاجاه، وانا هضطر ان انا احرقها، بس فعلا هي حاجه كويسه جدا، لان خلاص احنا قربنا، خلال يومين ثلاثه هتبقى جاهزه في مصر، لان هي في الطريق دلوقتي. في منتجات المانيه اوكي، المانيه الصنع، الفاكشتوف، المواد الخام، كل حاجه تصنيع هنا الماني، بتساعد على مشاكل كتيرة خالص زي اللي احنا قلنا عليها، سرعة القذف، ضعف الانتصاب، حتى كمان حاجات في التخسيس، حاجات للشعر، حاجات للبشرة، كل حاجة. اوكي، انا يعني ايه جايبة انظف حاجة ممكن تتخيلوها. وحتى كمان الحاجات دي بتبقى دايما اكتوئلة، يعني مثلا لو حد طلب مني حاجة، لو حد مثلا محتاج اي حاجة هنا، مفيش مشكلة خالص. ولذلك اصبح دلوقتي في وكيل حصري في مصر هو اللي عنده كل، او في الطريق ليه دلوقتي، الحاجات دي في الطريق ليه دلوقتي، بس طبعا يعني اكيد بتاخد وقت عشان التصاريح والحاجات دي، ولكن هي في الطريق ليه.
تلاقوا رقم الموبايل بتاعه تحت في الكومنتس تحت، انا هحطه تحت. هتتواصلوا معاه، هتطلبوا اللي انتوا عايزينه وهتعرفوا منه كل حاجه، كل الديتيلز الصغيره والكبيره عنده. اوكي. خصوصا لحاجات الذكور، يعني برضو هتلاقي كل حاجه انتم تتمنوها. اوكي. يعني انا بصراحه تارجت حاجات هنا حرفيا، يعني ايه، للفيل يتحرك، يعني لو فيل واقع يقوم، ما عنديش مشكله خالص. فهي كلها تبقى عنده ان شاء الله. واي حد عايز اي حاجه ممكن يطلبها منه، حتى حاجه اكسترا مثلا هو عايزها بشكل مخصوص مثلا هنا، برضو ما فيش مشكله خالص. ممكن برضو نتصرف لو كان مسموح لنا ومصرح لينا قانونيا، مفيش مشكلة خالص، نقدر برضو نجيبها. بس كده، دي المفاجأة بصراحة اللي أنا كنت محضراها في آخر الفيديو. أنا حبيت إن أنا أعالج المشكلة من كل النواحي، هعمل توعية، هعمل استشارات، وكمان هعمل برودكت. البرودكت دي مش بتاعتي، مش أنا اللي مصنعها خالص. أوكي. أنا مش عندي مصنع أدوية وأنا بصنع دي منتجات اكتشولي هي صناعة ألمانية، مش بس معترف بيها، تعتبر كمان افضل حاجه موجوده هنا في المانيا. لازم يا جماعه في حاجه لازم اقولها، اوكي، واكيد انتوا عارفينها واكيد العالم كله عارفها. يعني مثلا لما حد بيعمل حاجه مظبوطه بنقول عليها ده بيعمل زي ما الكتاب بيقول. هو اكشولي بقى الالمان هم اللي كاتبين الكتاب ده. اوكي. يعني هم اللي كاتبين الكتاب ده، والعالم كله بيعمل زي ما هم بيعملوا. دي الالمان هو افضل منتج على الاطلاق، على الاطلاق. اوكي كده، بس كده. فالمنتج دلوقتي ده موجود في مصر، او في الطريق لمصر دلوقتي. تقدروا تتواصلوا مع الاستاذ اسلام، انا برضو هعمل له بروموشن تاني خالص. اوكي. بس انا حبيت بصراحه ان انا الطف الفيديو ده في الاخر، ان انا اعلن عن الموضوع ده. هتجيلكوا حاجات حلوه جدا جدا جدا، انا متاكده انها هتساعد مش بس في مصر، على فكره في مصر والسعوديه. خلاص كده، يعني برضو الوكيل ده هو وكيل لمصر وللسعوديه. اي حد محتاج اي حاجه ممكن يتواصل معاه، وهو يقول لكم بالظبط ايه الحاجات اللي عنده وكل التفاصيل عنها. انا اتمنى لكم يوم سعيد، واستنوني في الفيديو القادم. باي باي.